طيب التيك توك في شيوخ دين على التيك توك، يعني في ناس علماء على التيك توك، في دكاتره. ينقال عنك انك كان مشارك ببرنامج مع ريتا حرب احسن من ينقال عنك تيك توك جي، صح؟ لا والله التيك توك افضل. يعني بتفضل انك لان التيك توك انت جي. لان التيك توك انت اللي تحدد شخصيتك، وانت اللي تحدد مبادئك وكلامك. الحين الناس تجي قول لهم اطلع قدام الناس قول لهم جماعه تعرفون سلطان، بيقول لك والله ان الشخص محترم، شخص هذا، راح يشوفون الشيء اللي شافوه. بالنهايه انت تيك توك جي، يعني انك تكون تيك توك جي ولا تكون بمشترك، اسمك مشترك باسم ونصيب او ببرنامج رياليتي شو على اليوتيوب مثلا، فرق. خلى برنامج رياليتي شو بس مش برنامج قسم ونصيب اللي يعني برنامج ما يدخل العقل، يعني كله ايحاءات، كله امور، كله هذه السوالف اللي كيف انت تحدد شخصيتك بالبرنامج؟ حتى انا كنت ما تقدر تحدد شخصيتك لان انت مجبر على هذا الشيء. البرنامج هو مبني على هذا الشيء، البرنامج مبني على العلاقات. انت جايبينك معروف عشان تحب انت بس. فيك ما تحب عادي، فيك ما تحب راح يطلعوك، تطلع عادي. صح ولا لا؟ ايه. شفت كيف؟ طيب ليش اشارك من البدايه؟ انت قبل ما تشارك ما كنت تعرف ان هذا البرنامج هذا اوريدي راح تطلع، في ناس تطلع وتدخل، كله بيتبدل، عرفت؟ بيتبدل بيروحوا بيجوا انت مو شرط تدخل لاخر البرنامج. شميم موتيني انت، او ماي جاد. عرفت؟ غريب والله. بس اما تقعد تقول لي ما بطالع اسمي بالبرنامج، هذا اللي ما بيرضى يطالع اسمه بالبرنامج ما بيرضى يطالع اسمه على التيك توك كمان ويطلع على التيك لا توك. والله انا يعني شوف، انا احترم وجهه نظرك اخوي معروف، بس البرنامج التيك توك يعني انت تحدد الشيء اللي تبغاه، اما البرنامج اللي انت تقوله انت مجبر على هذا الشيء، مش محدد. انا بالبرنامج شوف حلقاتي انا محدد، انا شو كيف بدي اطلع محدد. يعني هل انا الحين مع احترامي لجميع المتابعين ومع احترامي لجميع المشاهدين وهذه الامور، هل انا الحين قاعد مع بنت حاطه في حضني وقاعد ابوسها وامسح لها واسوي لها قدام العالم؟ هذا الشيء لا ما صار. فيك ما تحط بنت بحضنك، انا ما حطيت بنت بحضني ولا بست حدا ولا خليت حدا يبوسني ولا قربت على حدا، عادي. وانت لا كل واحد تفكيره غير. انت مشارك ببرنامج مع شركه انتاج ومع مع ممثله مثلا معروفه، يعني عرفت شلون؟ وهيك يعني ما انت لا تطور الامور. انت من وين حضرتك؟ قلت لك من الامارات. الامارات على راسي وعيني. الله يسلم راسك يا اخوي معروف. بس بالاخير بيضل تمثيل. ايه يعني هي بتضل مثل ما قالت يعني تمثيل. يا حبيبي يا سلطان هي ضفتك. الله يسلمك يا فيك يا معروف، نتشرف يا اخوي. ربك على العين والراس. نرجع يا حبيبي باذن الواحد باذن الله.